مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم. المخرج السينمائي الكبير استاذ خالد يوسف، اهلا بيك. اهلا بيك. النهارده الحديث محير جدا، يعني مش عايزه ابقى مختلفه وعايزه اخد منك كلام مفيد ومختلف. اول حاجه هسالها لك، هكلمك بطريقه وديه جدا ومن القلب للقلب ومش هوضب اي حاجه. من 25 يناير ل 11 فبراير شفتك على الجزيره والعربيه وانت بتدافع عن المتحف المصري وطالع واضح جدا انك ضد النظام. لو ما كانش تنحى الرئيس السابق محمد حسني مبارك بصراحه شديده كان هيحصل لك ايه؟ ما كانش عندي اي احتمالات ان هو ما يتنحاش. فعلا؟ والله يعني في كتير قوي كانوا حاسبين او سالوني في انترفيوهات حوالين انت طلعت من اللحظه الاولى تطالب بتنحي مبارك. وقلت الحكم مش بالعافيه اللي هو يوم نداء المتحف. فانت ما كنتش خايف؟ فكنت ممكن اقول انا خايف، كنت خايف ولكن الوطن وما اعرفش ايه وما يهمنيش وروحي تروح لكن الوطن ما اعرفش ايه، واتكلم كلام كبير زي ده. ما قلتش كده؟ لا ما قلتش كده، لاني انا لما طلعت انا كنت خلاص الامر حسم بالنسبه لي ان النظام سقط واني لا يمكن. ازاي يعني تنبأت؟ مش تنبأت، يعني المشهد اللي كان موجود يوم 28 بيتكلم عن تجمع إرادة الشعب المصري من أجل إسقاط هذا النظام. وعندما تتجمع إرادة أمة لا يمكن لأي قوة في العالم أن تقف أمامها، تبقى مسألة وقت، تاخد 10 أيام، تاخد 10 شهور، بس لازم يسقط النظام. فعشان كده أنا ما كنتش يعني لا أدعي البطولة في موقفي، لأني كان عندي يقين بأن النظام قد سقط. يعني ما اتكلمتش غير لما اطمنت؟ لا مش اتكلمت لما اطمنت، ما انا كنت قبل الثوره كنت معارض للنظام. بس انا مش عايز ادعي بطوله في غير موضعها. بس ما كانش واضح قوي انك معارض للنظام. ليه؟ يعني كانت افلامك بتقول من بعيد انك مش موافق على الفقر، مش موافق على العشوائيات. هجيب لك الانترفيوهات بتاعتي، المنشطات الصحافه بتاعت انترفيوهاتي كانت صريحه وواضحه. يعني انا ضد جمال مبارك، انا ضد هذا النظام، انا معارض للنظام. يعني ما كانش فيه لبس في المساله دي. انا اخويا كان دايما يقول لي طب والنبي، لان اخويا ضابط شرطه، كان يقول لي والنبي استبدل كلمه النظام بالحكومه. يعني خوفا عليا يقول لي طب يعني اما تطلع تقول التصريحات دي، انا مش بطالبك تغير مبادئك بس بلاش كلمه النظام، خليها الحكومه. كان ممكن هو يتضر؟ طبعا. اتضر قبل كده ولا ما حصلش؟ لا ما اتضرش بشكل صريح، لكن ممكن ما يكونش خد فرصه الحقيقيه. ما ترقاش؟ لا بيترقى وكل حاجه، بس ممكن ياخد مواقع يعني احسن ما كانش بياخدها بسببي. تليفون في يوم من الايام بيقول لك استاذ خالد يوسف اسكت احسن نعمل او ما تتكلمش؟ لا لم يحدث. يعني كان في شيء من الحريه؟ لا، حريه النباح، وده قلته برضو قبل الثوره. على فكره كل الكلام اللي هقوله معاكي ده انا اجيب لك زيه بالظبط قبل الثوره. قلت الحريه اللي كانت متاحه في مصر كانت حريه النباح، ان احنا نقول ما نشاء. وهي بس حريه برضه، ودي نوع من الحريه برضه؟ لا مش نوع من الحريه. الحريه ان انت لو انت رايك الاغلبيه هو اللي ينفذ. مش الحريه ان انا اقول الراي وهو ينفذ اللي هو عايزه. يعني قول اللي انت عايزه بس انا هعمل اللي انا عايزه. هو مش الراي ده هو اللي اسقط النظام؟ يعني او الحريه، يعني الحريه ان احنا نقول دي لا مش هي اللي في الاخر اسقطت النظام؟ يعني انت عايز تقولي ان الهامش الديمقراطي اللي سابوه للشعب المصري او الهامش الحريه اللي سابوه للشعب المصري هو اللي اسقط النظام؟ لا يعني لما كانتش الناس اتكلمت بالحريه على الفيسبوك، اتكلمت بالحريه مع بعض، وقفوا قدروا يقفوا في التحرير ويتجمعوا، هو لازم يكونوا اتفقوا عشان يقفوا. عايز اقول لك حاجه، هو ادى حريه للفيسبوك ولا حاجه؟ هو كان يملك يقفل الفيسبوك وما قفلوش. هو لما لقى ان الفيسبوك قفل النت، يعني هو ما اداناش حاجه تساعدنا او ما اداش الشعب ده حاجه تساعده في اسقاط النظام. هو طول الوقت كان بيمارس القهر على الشعب، لكن كان سايب طاقه هامش ديمقراطي كده يسميه هو ديمقراطي عشان الناس تنفذ بشكل انساني جدا. مش صعبان عليك؟ بلا ادنى شك صعبان عليا فعلا. طبعا، لان موقف انت عارفه يعني حسني مبارك يوم 23 يناير كان داخل اكاديميه الشرطه السلطان حسني مبارك بحاشيته بكامل جبروته، بالقلوب بتدق قبل الرجول قدامه. يوم 23 يناير قبل الثوره بيومين بيدخلها لتاني مره وهو في قفص. دي حاجه لا تدعو للحزن ولا تدعو ان انت تشفقي عليه. لا احنا بني ادمين في النهايه، تعرضيه براحتك طول الوقت، تحمليه مسؤوليه دماء الشهداء، لكن في النهايه هو انسان
يصعب عليكي وتشفقي عليه من الموقف اللي هو فيه؟ وجمال مبارك لا مش صعبان عليا قوي. اشمعنى؟ للسن يعني، فرق السن؟ يمكن فرق السن، احنا عندنا برضو في تقدير لحكايه السن، تقدير عاطفي يعني. عندنا يعني ضعف عاطفي تجاه الكبار. يعني انت عايز ايه اللي يحصل في المحاكمات دي؟ يعني ايه الحكم اللي يرضيك؟ لا انا ما يرضينيش غير الحكم العادل، وانا مانيش في موقع القاضي عشان احكم. لا انا لما سالت قلت الاول بشكل انساني، يعني لو سمعت ان اتحكم بالاعدام مثلا. لو اتحكم بالاعدام يبقى هو يستحق الاعدام. يبقى القاضي اللي حكم عليه شاف كل الادله تدينه. مش هتتاثر نفسيا؟ نعم مش هتتاثر نفسيا. هيصعب عليا برضو كأي يعني انا لو مجرم قتل حد من عيلتي، مجرم كده فرد قتل حد من عيلتي وهو بينفذ فيه الاعدام، او لما يصدر عليه حكم الاعدام، مش هاشفق عليه؟ لا هاشفق عليه. برغم انه هيشفي غليلي لكن هاشفق عليه، لان ما احناش حيوانات. لو لقيت يعني الطلب منك انك تعمل فيلم في الفتره اللي جايه، هتعمله بنفس الشكل اللي كنت بتعمله قبل الثوره، او هتتكلم عن نفس القضايا؟ اكيد لا. امال ايه اللي اختلف؟ انا بتصور ان 25 يناير نقطه فاصله في تاريخ مصر. وما كان يصح قبلها لن يصح بعدها. عشان كده بسأل. ولابد من يعني لما نيجي نتكلم على نقطه اعادت او بعثت روحا جديده في الشعب المصري، يبقى لابد ان تكون الفنون والاداب فيها روح جديده. زي ما احنا اتبعثت فينا روح جديده، لازم ادوات التعبير الانساني وعلى راسها الفنون والاداب تعبر بشكل مختلف. وبالتالي لابد ان نفكر كثيرا قبل ان نبدع شعر او سينما او روايه فيما نبدعه. هل احنا على قد مستوى هذا العصر؟ من العصر اللي احنا فيه بقى عصر فيه شموخ وفيه اعتداد بالنفس. احنا كنا بنعيش مرحله هزيمه، فكنا ما بنعبر عن مرحله الهزيمه دي بادوات التعبير الانساني، فلو ما كانتش جيده قوي ممكن يسامحونا، يقول لك ده ما هي عايشه هزيمه يعني. لكن عايشه هذا الانتصار العظيم، لابد ان الفنون بتاعتها والاداب تكون على اعلى مستوى. كنت قاعده مع احد ضيوفي بدون ذكر اسماء، وقال لي مش هقول لك اللي هي السؤال برضو العادي، لان المفروض ان انا بقدر الفن ومش هسال سؤال عبيط زي ده، ان افلامك بتسيء لسمعه مصر، لانها اكيد ما بتعملش كده. ولكن قال لي لما قلت له السينما هي مرآة للي بيحصل في المجتمع ولازم نعبر عن اللي بيحصل في المجتمع، رد عليا قال لي بس خالد يوسف عمره ما قدم حل، دايما يقدم لنا المصيبه وما قدمش حل. انا رديت عليه ساعتها قلت له هل دور السينما انها تقدم حل؟ قال لي امال هتفيدنا في ايه؟ فكرنا بخيبتنا وخلاص. هو على ما يبدو الشخص ده ما هوش عارف يعني ايه فن سينما ولا يعني ايه فنون اصلا. الفنون ليس وظيفتها طرح الاجوبه، وبينطبق عليها مقوله دايما بقولها: الاجوبه عمياء. يعني دايما الفنون تطرح الاسئله الكاشفه عشان المجتمع يجد حلول جمعيه لهذه الاسئله. لكن عندما اطرح حل انا اصادر على حريه الاخرين في مجرد التفكير في حل. انا مش وظيفتي الاقي حل كفنان، انا وظيفتي اسلط الضوء باسئله كاشفه، ان احلل، ان يكون لي رؤيه ما. خلي الناس تفكر يعني. بالظبط، خليكي تفكري، اخلي الناس تحصل حاله جدل بمعنى العلمي اللي هو الديالكتيك، الناس تاثر وتاثير لغايه ما تلاقي حل، او احط لهم مشكله يمكن مش واخدين بالهم منها فاروح حاططها لهم على الترابيزه عشان نفكر فيها كلنا. هو دي الفنون. في جانبين من شخصيتك ولا انت شخصيه واحده؟ يعني ليه انت المخرج الوحيد اللي دايما يطلع عليه اشاعات مع البطلات بتاعته؟ هل عشان صغير شويه مثلا في السن عن باقي المخرجين؟ ولا مش صغير في السن ولا حاجه. ما عنديش تفسير محدد في مساله الاشاعات، غير ان احنا بس دايما الاشاعه بتطلع على ممثله على ممثل، بس على مخرج دي مش لا بتطلع برضو على مخرجين، بس على حسب نجاح وشهره الشخص بتزداد الاشاعات او بتقل. ده تحليل قد يخطئ وقد يصيب يعني. لكن النميمه اصلا انا دايما بقول ان نحن ننهش اجساد الاخرين كي لا ننهش جسدنا. لا عايزه افهم يعني ايه. يعني في احيانا احنا بنقتات على ان احنا نتكلم على اعراض الناس عشان مش قادرين نواجه نفسنا باعراضنا نفسها. بس دي حقيقه. لكن هو مش غلط ان انت لو عملت علاقه ببطله من بطلات افلامك، يعني شايفه حاجه غلط او شايفه حاجه في العرض؟ لو في علاقه ببطله من بطلات افلامي كنت اعلنها، ما كنتش
يعني ما بتكسفش ان انا اعلن ان انا بحب. بس ده لما ما حصلش وهم بيطلعوا عليا اشاعات كنت بانكره طب وهم ما حصلت كانوش قبل بيصدقوا. كده ولا لا؟ نعم حصلت قبل كده ولا لا؟ كتير طلعوا عليا اشاعات كتير جدا. لا حصل فعلي ولا لا قبل كده؟ يعني ايه فعلا؟ يعني من غير اشاعات فعلا حصل ان في يوم من الايام لقيت نفسك في علاقه عاطفيه مع بطله من بطلاتك؟ ما ودي اقدرش كانت اقول علاقه النوايا؟ عاطفيه يعني بالمعنى الحقيقي، لان الواحد ارتباط في حقيقي يعني؟ ده لا كان ارتباط اشاعه حقيقي برضه؟ ارتباط حقيقي ما اقدرش اقول، لان احنا كتير بنعيش علاقات حب بنكتشف بعدها انها وهم حب. واخد بالك؟ فما اقدرش اقول ان كان في ارتباط عاطفي بالمعنى الحقيقي لارتباط عاطفي. يعني كل خطوباتك اللي اعلنت دي الحاجات كل دي؟ خطوباتي عايزه تصدري للجمهور ان انا عندي 20 خطوبه. فين خطوباتي؟ خطوبه من الفنانه منى شلبي ما حصلتش؟ ما كانش في خطوبه. بجد ما كانش في خطوبه. كان في مشروع خطوبه؟ ولا كان في مشروع خطوبه. هو انا سئلت على الهوا من محمود سعد ان كانت طلعت اشاعات كتير قوي، وقال لي انت في مشروع ارتباط بينك وبين منى شلبي. قلت له اه في مشروع ارتباط بس. والمشروع الارتباط ده فشل بعد هذا الاعلان باسبوع وخلص حسدت ولا الموضوع. إيه؟ يعني الموضوع اتفه من ان انا اتسال عليه بعد 5 6 سنين يعني. انا عايزه بس يعني مش بسالك عشان اتدخل في حياتك الشخصيه، بس عايزه اعرف. ما انا المشكله ان انا بجد بعد الثوره قررت ان انا ما اتكلمش في حياتي الشخصيه. ليه بعد الثوره؟ هقول لك ليه بقى. لاني حسيت ان انا اديت فرصه للناس، لاني انا صريح جدا وما عنديش الازدواجيه بتاع في الاعلام اقول كلام وبره الاعلام اقول كلام، او اتصرف بره الاعلام بكلام واجي قدام الشاشه اقول كلام مختلف. فكنت بحاول ان اعالج نفسي من هذه الازدواجيه اللي هي موجوده فينا كلنا. فكنت ما اقوله في جلساتي الخاصه اقوله امام الاعلام. بالظبط. تمام. فده سمح لكل الناس انهم يتكلموا في حياتي الشخصيه كتير جدا. تقتحم حياتك الشخصيه. فاقتحموا حياتي الشخصيه وسبب اساسي من اسباب زياده الاشاعات عليا هي ان انا سمحت للناس تسالني واتكلمت وقلت هنا وهنا لا وهنا. يمكن عشان كده انت المخرج الوحيد اللي بيطلعوا عليك اشاعات كتير. ده تقريبا انا السبب فيه. وقررت بعد الثوره انه يعني عصر احنا داخلينه، العصر اللي جاي ده، هذه النهضه اللي احنا هنعيشها باذن الله بعد هذه الثوره المجيده، لو قعدنا بجد نتكلم في هذه التفاهات يبقى ما انجزناش حاجه. بيعرفوا منين اخبارك؟ يعني بقينا عاملين زي ذا انسايدر بره كده، اي حد بيعمل اي حاجه بتتكتب على طول، بتتعمل على طول. يعني زي ما بقول لك الممثلين والممثلات عادي، ولكن انت مش كثير الظهور في الاماكن العامه مثلا، ولا في الحفلات ولا في الافراح ولا. ازاي اتجوزت بيعرفوا انك اتجوزت؟ انفصلت بيعرفوا انك انفصلت؟ بيعرفوا منين؟ لا اولا يعني 3/4 الاخبار اللي بتتكتب عني كلها مغلوطه، لانها كلها ساعات انا بتصل الحال ان في صحفيين بيألفوا اخبار ويشوفوا تداعيات الخبر. يعني كل ما كتب عني انا بقول لك بشكل صريح جدا اكتر من 90% منه خطأ. نروح لفاصل ونرجع. اهو ايه؟ مختلفين اهو. مش قوي والله. مش قوي برضه. بس خلاص انت هترتاح من الاشاعات دي، يعني انت اتجوزت بقى خلاص، ولا هيطلع عليك ده ولا على الله يهمدوا، لان ما بيهمدوش. لا خلاص اتجوزت يطلعوا عليك ان انت. ما انا اتجوزت اهو، سعادتك لسه برضه بتساليني برضه علاقاتك اللي ما اعرفش ايه. لا انا كان سؤالي اصل في عمرو عرفه، في الشيف عرفه، في ناس كتير قوي، ما فيش تسليط اضواء ابدا غير عليك في الاشاعات زي ما تكون نجمه. انا السبب. انا بقول لك انا اللي سمحت للناس تتدخل في حياتي. انا اللي كنت مفتوح قوي امام الاعلام، فسمحت لهم يتدخلوا ويتؤول كلامي. بس وضوحك ده حبب الناس فيك. انا مش شايفه ان هو يحبب ما يحببش يعني. بس ما اعتقد انه حصل اقتحام لحياتي واقتحام لخصوصياتي واكتر من كده في رايي انا انه عمل ايمج غلط عني. لانه غلط؟ طبعا. ليه؟ يعني خلاني انا كل يوم بتتكتب ان انا مصاحب فلانه، مصاحب البطله الفلانيه، كلام اقعد ادافع عنه وما تصدقش. شايف ان دي حريتك حتى لو ده حصل؟ دي حريتك الشخصيه. ما يا ستي حريتي بس لو كانت حقيقيه. المشكله ان انا بتهم في ناس طول الوقت مش حقيقيه، ما دي المشكله. يمكن عشان في نجمات تسببوا في كده برضه، يعني كان في نجمات بتطلع تقول تتمني تتجوزي مين، فتقول خالد يوسف حتى لو كان هي معاك مثلا. لا كانت مقوله على سبيل المجاز، ما كانتش واحده بتخطبني على الهوا. يعني واحده بتقول
ايه النموذج اللي ممكن تتجوزيه، فممكن تقولي فلان. ده نموذج ممكن يكون اخوكي. لا فنان غادة عبد الرازق قالوا لها تختاري مين عريس ليكي، قالت لهم خالد يوسف. لا قالت لهم في المسلسل. نعم في المسلسل تختاري مين؟ لا ده تمثيل، لا ده خلط يا ريهام، ده كان تمثيل يعني. يلا نرجع بقى السياسه شويه.